السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالرضا والنعيم. أهلا ومرحبا بكم في قناة ابن الملك الجديد، وشرحنا اليوم سيكون مميز وجميل إن شاء الله. طبعا بعد التساؤلات بعض المشتركين أو الأصدقاء أو الأشخاص الذي قد قاموا بسؤال عن إحدى المشاكل التي قد تصادف مستخدمي أندرويد، وخصوصا في S3 نيو. طبعا المشكلة هي مشكلة الكاميرا بعد التفليش. طبعا قد تقوم بتفليش جهازك في روم رسمي أو معدل، فقد تواجه الكثيرين من الناس من يصادف هذه المشكلة. عند التصوير يطلع لك فشل في الخادم أو خطأ في الخادم. فهنا عدد من الحلول لكنها لم تنجح، لكن وجدنا لكم اليوم حل جميل ومفيد إن شاء الله. طبعا الحال هو أن تقوم بتنزيل ريكفري معدل، وتقوم بتنزيل ملف إصلاح الكاميرا أسهل مما تتصور. أوكي، هناك طرق عديدة من تنزيل ريكفري معدل عن طريق الموبايل، قد تنجح أو لا تنجح، لكن اليوم أنا جبت لكم ريكفري معدل وجميل، وطريقة التنزيل سهلة ولا تحتاج إلى عناء وتعب. هذا هو ما الريكفري. فقط تقوم بالضغط على تلك الرابط. أنا رفعتها على تلك الموقع الجميل. فقط سيفتح معك الموقع بهذا الشكل. فقط ما عليك إلا الضغط على هذا السهم وسيتم التنزيل مباشرة كما في الصورة. ننتظر. أنا عندي الشبكة بطيء جدا ولكن سننتظر. أنت سيأتيك الربط بهذا الشكل، وتقوم بالضغط على السهم هذا وسيتم تنزيل الريكفري معدل على جهازك بكل سهولة. ننتظر. الشبكة ضعيفة عندي جدا، ولكن خلاص على العموم سيأتيك هذا الرابط وتقوم بالضغط على تلك السهم وسيتم التنزيل كما ترون جاري التنزيل. أوكي، لكن أنا لا أريد التنزيل، لا، لأني أنا نزلتها مسبقا. سأقوم بإلغاء التنزيل، وقد يمكنك التنزيل على آه يمكنك تنزيلها من خلال الموبايل، ويمكنك التنزيل من خلال آه الكمبيوتر. المهم على كل هذه هي الطريقة. ثم بعد ذلك تقوم بتثبيتها كالتالي. تقوم بالضغط بعد النزول الريكفري معدل، تقوم بفك الضغط عنها كالتالي. سينزل معك ملف بهذا الشكل. لنذهب إلى الريكفري معدل. تقوم بفك الضغط عنها بهذا الشكل. استخرج هنا وسيظهر لك ملف بهذا الشكل أو نحو آخر. وبعد ذلك تذهب إلى الأودين وتضغط على تلك الخيار بعد إدخال الموبايل إلى وضع الداونلود. انتظر ثم تختار الملف الريكفري الذي قمت بتنزيله بهذا الشكل، وتقوم بالضغط بهذا الشكل.
وتقوم تم، وسيظهر معك بهذا الشكل. ثم بعد ذلك تروح إلى الموبايل وتضغط على زر تنزيل الصوت أو تنقيص الصوت، الزر هذا، وزر الباور اللي هو زر إطفاء والتشغيل، وزر الهوم الذي في الوسط مع بعض سويا. وستظهر لك أول ما تضغط على هذا الزرار ستظهر لك صورة بهذا الشكل كما ترون بهذا الشكل. ثم بعد ذلك تضغط على زر رفع الصوت هنا، وستظهر لك الصورة التالية بهذا الشكل. داونلود، تقوم بتوصيل الجهاز على الكمبيوتر وتقوم بالضغط على ستارت، وسيتم تثبيت الريكفري معدل. وبعد ذلك تنتظر حتى يشتغل الجهاز وتقوم بإغلاقه تماما. بعد ما تقوم بتثبيت الروم عفوا ملف إصلاح الكاميرا، تقوم من خلال الهاتف. وأنصحك إذا قمت بتنزيله عن طريق الهاتف أو عن طريق الكمبيوتر تحمله على الذاكرة الخارجية. وإذا حملته من الموبايل أن تقوم بعد النزول الملف تقوم بالدخول إلى ملفاتي، ثم تروح إلى التنزيلات بعد التنزيل أو الداونلود. سنذهب إلى الداونلود بهذا الشكل، وتقوم بتحديد الملف الذي قمت بتنزيله بهذا الشكل، وتقوم باختيار نقل وتنقله إلى هنا إلى الملفات الرئيسية. لا تدخل في أي مجلد لكي عند قيامك بالدخول من الريكفري معدل تدخل بسلاسة وأمان. وستضغط الدخول، وكل يعرف طريقة الدخول من الريكفري كما تقوم بتفليش الجهاز. وهناك شرح كيف تقوم باختيار الروم شرحته سابقا، وهذا كأنك تختار روم من نفس الجهاز كما فعلت في الشرح السابق عن تغيير اللوليبوب. عليك فقط بالدخول إلى إحدى الشروحات، ومثل ما فعلت بهذا الشرح ستفعل هنا وتختار ملف إصلاح الكاميرا فقط، وسيتم اختيار الملف، وإن شاء الله ستزبط معك الطريقة. فقط سأريكم الطريقة لتتمكنوا أكثر من الموضوع. أو فقط عليك بالدخول إلى الشرح الذي فيه كيف تقوم باختيار ريكفري عفوا كيف تدخل إلى ريكفري وكيف تختار الملف إصلاح الكاميرا كما فعلت بالشرح السابق كيف تقوم بتثبيت الروم، وهو نفس الطريقة. اللهم أن هذا كروم وهذا ملف إصلاح الكاميرا فقط. وإن شاء الله الطريقة ناجحة وجميلة جدا ومجربة لدي ولا يوجد أي مشاكل فيه، وإن شاء الله تزبط معك الكاميرا. وهذا كان شرحنا اليوم، فلا تبخلوا علينا في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. وشكرا جزيلا لكل من اشترك في القناة وتابعني وتابع كل شروحاتي. وإلى اللقاء في شرح آخر إن شاء الله. وإن شاء الله نستمر بنشر المزيد من المعلومات لنستفيد جميعا. وإلى اللقاء. وإذا كان لديكم استفسارات فرجاء فقط قم بالتعليق وسير تعليقا مباشرة إن شاء الله. والسلام عليكم.